بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة المباركة سوف نقوم بجولة جميلة حالمة في مدينة من أجمل المدن التراثية في المملكة العربية السعودية. مع مين؟ مع أستاذنا العزيز الغالي أبو ثامر من ظهران الجنوب. الله يحييكم. وبنبدأ جولتنا يا أبو ثامر. الله يحييكم. احنا الآن في بلدة ظهران الجنوب التراثية. هذه البلدة تضم 155 بيت كلها من الطين. الأهالي البلدة عاشوا على الزراعة، عاشوا على الزراعة كلها فقط، ما في صناعات، ما في أي حاجة، كلها زراعة. حلو. مزارعهم تجدها على ضفاف وادي العريب. أضاف وادي، احنا في الأزقة هذه كما تشاهدون كما هي في القرى التراثية. المنزل هذا اللي أمامكم، هذا المنزل هذه كان مستأجر للمالية، عفوا المالية والجمارك. المالية والجمارك كان هذا المكان لهم. كان المالية ظهران جنوب والجمارك ظهران جنوب تغذي جميع منطقة عسير، تغذي جميع منطقة عسير. هذا طبعا المدخل. طبعا البلدة تحتوي على 7 مداخل، من ضمنها هذا المدخل. الآن إن شاء الله في طور الإعداد لعمل مشروع كبير للبلدة، بحيث أنه يعمل له سور، يعمل له مداخل رئيسية، سواء مدخل دخول ومدخل خروج. هذه طبعا المدرسة، المدرسة الأولى، عفوا المدرسة الثانية. اللوحة هذه اللي تشاهد هذه المدرسة الثانية. المدرسة الأولى بنمر عليها إن شاء الله بعد شوي. طبعا كلها كان صاحب البيت موجود، كان يسكن في البيت، بس إنه يجون يتعلمون. كان في معلمين بسطاء يدرسون الطلاب. طبعا الغالبية قد توفى رحمة الله عليه. نعم. طبعا توجه الآن المسجد. هذا المسجد طبعا ترميم جهود ذاتية. مسجد الشباب لم ندخل إن شاء الله. حدثنا شوية يا أبو ثامر عن تأسيس الجمعية. طبعا أسست جمعية بلدة ظهران جنوب التراثية تقريبا ما يقارب قبل سنة. طبعا الجمعية تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تكون من 12 عضو، تخدم البلدة، تخدم البلدة فقط لا غير، من الناحية التراثية، من الناحية العمرانية، من ناحية الحفاظ على التراث العمراني في المقام الأول. العمل على تأهيل، العمل على ترميم، العمل على حفاظ على استقبال زوار، إقامة برامج وفعاليات واستقبال الزوار اللي يجون من خارج المنطقة. طبعا الجمعية تتكون من 11 شخص، رئيس الجمعية ونائب رئيس الجمعية والمشرف المالي والمنسق الإعلامي وبقية الأعضاء. ويعني الكل يعمل بطاقة كبيرة من أجل الحفاظ. طبعا الجمعية أسست من أهالي البلدة، من أهالي البلدة ظهران جنوب التراثية. هذه يعني معلومات بسيطة. طبعا المنطقة هذه اللي احنا واقفين اللي جالسين فيها المكان هذا مكان تجمع. الناس تصلي في المسجد بعد ما يصلون، خاصة في المغرب والعشاء، لأن النهار كلهم مشغولين في مزارعهم، مشغولين في مزارعهم. المغرب والعشاء تحصلهم يصلون، يجتمعون هنا، يسولفون، ياخذون أخبارهم، كل واحد يطلع ايش عند الثاني، إذا في مشكلة ولا شيء كلهم يسعون إلى حل المشكلة. كان كلهم أسرة واحدة، أهل البلدة أسرة واحدة، اللي هنا اللي ما في مسافة أصلا. اللهم الأزقة هذه اللي تشوفون تفصل بين البيوت، وكما تشاهدون البيوت هذه يعني بعضها آيل السقوط، لأنها عمرانها أولا الطين اللي فيها من الطين القوي جدا، يعني ما تأثر إلا الأجزاء بسيطة مع الأمطار. ولا هنا لها مئات السنين، البلدة مئات السنين، يعني قديمة جدا. كم تقريبا؟ فوق 100 سنة، فوق 100 سنة. يعني كثير. المسجد بني يعني أكثر من يمكن 160 سنة يعني. ولكن الحمد لله بين فترة والثانية أصبح أهالي البلدة يحافظون
الآن المسجد نزل في مشروع الأمير محمد بن سلمان لترميم المساجد نعم. التراثية، نزل الحمد لله، وعلى وشك تستلمها الجمع الهيئة التراث ويبدأون في الترميم. جميل. يعني هو طبعا الجميل في المنطقة هذه إذا تحبيت نجي من هنا أبو محمد إن شاء الله. بس أنا لفت انتباهي هذا البيت أي. الحقيقة، وتعرفني أنا إذا شفت الألوان ما أقاوم. هذه كان في أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز مبادرة نشامة عسير. نشامة عسير. نشامة عسير قبل العام نعم. في الصيف الماضي، ووزع كل كان يهدف نشامة عسير لإحياء القرى التراثية، إحياء القرى التراثية، من ضمنها بلدة ظهران جنوب التراثي. كون فريق من ظهران الجنوب برئاسة جمعية التنمية الاجتماعية، رئاسة جمعية التنمية الاجتماعية اللي رأسها الأستاذ سعيد بن سعد الوادعي. كون فريق نشامة الحي منبثق من نشامة عسير، وعملوا على ترميم يعني بسيط في أشياء من ضمنها هذه الجدار هذا طبعا اللي هو القط العسيري، تولاه أحد معلمي التربية الفنية ظهران جنوب العلمي المنزلي الأستاذ محمد بن علي آل ديب، تولى المشروع هذا، أخذ فيه مدة شهر حتى يطلع بالمنظر، لكن مع الأمطار طلع لكم بالشكل هذا. ولا في البداية ممكن أزودكم إن شاء الله بصور بعدين تشاهدون على الطبيعة بعد ما تم الانتهاء من تنفيذ الجدار هذا اللي تشوفونه.